السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أخبار ريال مدريد ليوم الاثنين. لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكمان يا ريت تعملوا لايك لهذا الفيديو. ألونسو يعبر عن حماسه قبل مواجهة أوساسونا. ألونسو يكشف انطباعه الأول عن ماستانتونو. ألونسو سيعطي الرقم 25 للاعب الشاب المفضل لدى راؤول. رد فعل ريال مدريد على مستوى تياغو بيتارش. هيمنة واضحة لريال مدريد أمام أوساسونا، شاهد الأرقام. ريال مدريد يرد بشكل حاسم على عودة نيكو باز. خطة تشابي مع ماستانتونو. قرار إدارة الريال في نهاية سوق الانتقالات الصيفية. وغيابات ريال مدريد الرسمية أمام أوساسونا في الليغا. بطارش يواصل الاستعداد لفرصته الذهبية أمام أوساسونا. ألونسو يحطم روتين أنشيلوتي. وتشكيلة الريال المتوقعة أمام أوساسونا. سيبايوس يطالب ريال مدريد بالرحيل. وريال مدريد يتسلح برقم قوي قبل مواجهة أوساسونا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. لايك يا اخوانا لهذا الفيديو ويلا مع التفاصيل. ألونسو يعبر عن حماسه قبل مواجهة أوساسونا. أبدى مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو حماسه الكبير قبل خوض مباراته الرسمية الأولى على ملعب سانتياغو برنابيو، والتي ستجمع فريقه بأوساسونا في افتتاحية الموسم الجديد من الدوري الإسباني. وقال ألونسو: نستقبل هذه المباراة جميعا بترقب وحماس لانطلاق الموسم. لقد كان أسبوعين قصيرين لكنهما حافلان بالنشاط، ونحن نتطلع بالفعل للتألق في البرنابيو. نريد أن نبدأ بداية جيدة، فالمباراة الأولى دائما مهمة. غدا هو يومنا. وعلى مستوى هوية الفريق، أوضح ألونسو: نعمل بخطوات معينة، ومن المبكر تقييم الفريق بشكل كامل حاليا. لا يزال أمامنا خطوات أخرى، لكننا طرحنا بالفعل الأفكار الرئيسية والجوهرية في كأس العالم للأندية، وعملنا عليها بجد خلال الأسبوعين الماضيين. ألونسو يكشف انطباعه الأول عن ماستانتونو. أشاد مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو بالموهبة الشابة فرانكو ماستانتونو، مؤكدا أن ترك لديه انطباعا قويا منذ اللحظات الأولى. وقال ألونسو: في أول مرة تحدثت معه دويشت جدا بشخصيته. كان لا يزال في 17 من عمره، ومع ذلك يتمتع بثقة كبيرة بنفسه. لم يتردد في اتخاذ خطوة الانضمام إلى ريال مدريد، وهو أمر يعكس نضجه ورغبته وجودته. ماستانتونو سيندمج بسرعة كبيرة مع الفريق. ألونسو سيعطي الرقم 25 للاعب الشاب المفضل لدى راؤول. قرر تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد منح مكانه في قائمته هذا الموسم للاعب الشاب مانويل أنخيل، أحد أبرز مواهب أكاديمية النادي، والذي طالما كان محل إعجاب راؤول غونزاليس المدرب السابق للكاستيا. وسيصبح أنخيل اللاعب رقم 25 في الفريق الأول حال تجاوزه المشاكل البدنية الأخيرة، حيث يعول عليه المدرب البلجيكي لتدعيم خط الوسط الذي يعاني من نقص في الخيارات. رد فعل ريال مدريد على مستوى تياغو بيتارش. كشفت تقارير صحفية إسبانية عن انطباع إيجابي داخل ريال مدريد بشأن أداء اللاعب الشاب تياغو بيتارش بعد مشاركته مؤخرا في تدريبات الفريق الأول. وفقا للصحفي ألفارو استيبان، فقد أكمل بيتارش جميع الحصص التدريبية مع الفريق، بما في ذلك حصتان مزدوجتان، وما أثار إعجاب الجهاز الفني والإدارة. وأوضح أن النادي سعيد جدا بالمستوى الذي يقدمه اللاعب، وكل المؤشرات تؤكد أنه سيكون حاضر ضمن قائمة الفريق لمواجهة أوساسونا المقبلة. يذكر أن بيتارش شارك أيضا في المباراة الودية أمام ليجانس، ونجح في تسجيل هدف لافت الأنظار إلى إمكانياته الهجومية. هيمنة واضحة لريال مدريد أمام أوساسونا، شاهد الأرقام. يستعد ريال مدريد لملاقاة نظير أوساسونا غدا الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني، وذلك الساعة 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر. وتشهد مواجهات الفريقين التاريخية تفوقا واضحا للنادي الملكي. وتأتي الإحصائيات على النحو التالي: التقى الفريقان في 95 مباراة، فاز ريال مدريد في 62 مباراة، فاز أوساسونا في 13 مباراة، وانتهت 20 مباراة بالتعادل. سجل ريال مدريد 216 هدف، وسجل أوساسونا 87 هدف. ريال مدريد يرد بشكل حاسم على عودة نيكو باز. حسم ريال مدريد الجدل حول مستقبل نجم الأرجنتيني الشاب نيكو باز بالتصريحات الأخيرة بشأن إمكانية العودة من كومو إلى البيت الأبيض. النادي الملكي يرى أن اللاعب الذي يعد أحد أبرز مواهب لافابريكا سيعود الصيف المقبل إذا واصل تطوره في إيطاليا، خصوصا أن تشابي ألونسو معجب بقدرته. ورغم رغبة باز في الحصول على دقائق لعب مضمونة
قبل كأس العالم إلى أن ريال مدريد أوضح أن خطته واضحة تجاهه، وأن عودته مرتبطة باستمراره في التألق بعيدا عن دكة البدلاء. خطة تشابي ألونسو مع ماستانتونو. وفقا للصحفي ماريو كورتيغانا، يستعد ريال مدريد لمنح لاعبه الشاب فرانكو ماستانتونو فرصة المشاركة مع الفريق غدا ضد أوساسونا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني. وتشير التقارير إلى أن المدرب تشابي ألونسو يرغب في إشراك الموهبة الأرجنتينية في أقرب وقت ممكن من أجل دمجه تدريجيا في مشروعه الجديد. خطوة إشراك ماستانتونو الذي ينظر إليه كأحد أبرز الوجوه الواعدة في النادي تأتي في ظل الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق، وهو ما قد يمنحه فرصة ذهبية لإظهار إمكاناته أمام جماهير سانتياغو برنابيو. وسيخوض الفريق المباراة وسط غيابات بارزة على النحو التالي: كامافينغا يعاني من التواء في الكاحل، إندريك تعرض لانتكاسة في إصابة الفخذ، بلينغهام أجرى جراحة في الكتف وسيغيب حتى نهاية سبتمبر، مندي لم يتعافى بعد من إصابة في الفخذ، رودريغر يقضي آخر مباراة من عقوبة الإيقاف بعد طرده في نهائي كأس العالم أمام برشلونة. قرار إدارة الريال النهائي في سوق الانتقالات الصيفية. كشفت تقارير إسبانية أن إدارة ريال مدريد درست خلال الفترة الماضية خيار التعاقد مع لاعب وسط مدافع، لكن أي من الأسماء المطروحة لم يقنع النادي من حيث التوازن بين التكلفة والجودة والأداء المنتظر. وبحسب الصحفيين ماريو كورتيغانا وغريمو راي، فإن النادي المدريدي فضل التريث في الوقت الراهن معتمدا على العناصر الحالية انتظارا لإيجاد صفقة مناسبة، خاصة أن الملف الذي يقنع تشابي ألونسو يعود لرودري نجم مانشستر سيتي الذي يصعب التعاقد معه هذا الصيف. بيتاريتش يواصل الاستعداد لفرصته الذهبية أمام أوساسونا. يواصل تشابي ألونسو منح الثقة لنجوم ريال مدريد الشباب، حيث شهدت تدريبات الفريق الأول استمرار تواجد الموهوب تياغو بيتاريتش. اللاعب الشاب تدرب بالفعل تحت عيون ألونسو في خطوة تؤكد أن الخطة الموضوعة هي استدعائه لقائمة الفريق في المواجهة المقبلة أمام أوساسونا بالدوري الإسباني. بيتاريتش الذي ينظر إليه كأحد أبرز مواهب الأكاديمية في خط الوسط قد يحصل على فرصته الرسمية الأولى مع الفريق الأول في ظل سعي المدرب الإسباني لإشراك عناصر جديدة تمنح الإضافة وتعمق الخيارات. ألونسو يحطم روتين أنشيلوتي. شهدت الحصص التدريبية الأولى لريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو بعض الاختلافات الملحوظة عن أسلوب المدرب السابق كارلو أنشيلوتي، حيث ظهرت لمسات المدرب الإسباني منذ اليوم الأول. بدأ اللاعبون تدريباتهم بالركض المتواصل على أرض الملعب بدلا من الاكتفاء بالتمارين التمهيدية المعتادة، قبل الانتقال إلى تدريبات التمرير المباشرة، في حين كانت الحصص الافتتاحية لأنشيلوتي تعتمد أكثر على الراوندو. اللقطة الأبرز كانت خروج ألونسو لأرض الملعب متشابكا الذراع مع أورلين تشاوميني ويتبادل معه الحديث، في إشارة واضحة إلى رغبته في بناء علاقة قريبة مع اللاعبين وإظهار الثقة في أحد أهم عناصر خط الوسط. تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام أوساسونا. استعد ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في أولى جولات الليجا الإسبانية بتشكيلة ضاعت تشابي ألونسو وسط بعض الغيابات التي أجبرت المدرب على الاعتماد على حلول مختلفة في بعض المراكز. التشكيلة هتكون بشكل كبير في حراسة المرمى سيكون تيبو كورتوا العنصر الأساسي الأول، بينما يشارك في قلب الدفاع كل من إدريم ميليتاو وديان وسين لضمان التوازن الدفاعي والخروج بالكرة بسلاسة. وبالنسبة للرواقين استقر ألونسو على ألفارو كاريراس في الجولة اليسرى، فيما يتواصل انتظار انطلاقة ترينت ألكسندر أرنولد الذي لم يظهر حتى الآن بالنسخة الهجومية المنتظرة في الجانب الأيمن. أما خط الوسط فيقوده فيدريكو فالفيردي العائد للتشكيلة بعد غياب الأخير، إلى جانب أورلين تشاوميني وأردا جولر الذي سيكون على موعد مع إثبات نفسه كأهم أحد مفاتيح اللعب هذا الموسم. وفي الخط الأمامي يراهن تشابي ألونسو على القوة الضاربة بوجود كيليان مبابي كرأس حربة صريح مع فينيسيوس جونيور على الجهة اليسرى، فيما يتناوب رودريغو وإبراهيم دياز على الجهة اليمنى. التشكيلة المتوقعة كورتوا كاريراس ميليتاو هيوسين أرنولد فالفيردي تشاوميني كولر فينيسيوس مبابي وإبراهيم دياز. سيبايوس يطالب ريال مدريد بالرحيل. لم تكن بداية داني سيبايوس مع ريال مدريد في عهد تشابي ألونسو مثالية. اللاعب الإسباني شارك أساسي مع ريال مدريد أمام تيرول بسبب غياب فالفيردي وكامافينغا وبلينغهام، لكن رغم مشاركته بدأ أن مكانته في خطط المدرب الجديد تقلصت لصالح أردا غولر. وخلال المباراة لعب سيبايوس 64 دقيقة وقدم أداء دقيقا في التمرير بنسبة 95%، لكن معظم تمريراته كانت بعيدة عن الثلث الهجومي، فيما أظهر تفوقا دفاعيا باستعادة الكرة 5 مرات.
ورغم أنها كانت مشاركته الأولى كأساسي تحت قيادة ألونسو، لأن تهميشه في كأس العالم للأندية حيث لم يشارك أمام الهلال أو باريس سان جيرمان يعكس وضعيته الحالية في الفريق. مستقبله مع ريال مدريد ما زال يحيط بالغموض، إذ تعود شائعات رحيله نحو ريال بيتيس مع كل سوق انتقالات، غير أن العائق الأكبر يبقى المطالب المالية للنادي المدريدي وراتبه المرتفع، وما يصعب على بيتيس ومعظم أندية الليغا تحمله. سيبايوس لم يخفي ارتباطه بريال بيتيس، حيث نشر صورة له قبل أيام وهو يتدرب منفردا على نغام أغنية كيور سير لايبر، في إشارة واضحة إلى رغبته في الحرية. كما قال اللاعب سابقا: بيتيس هو بيتي وسيظل كذلك دائما، مؤكدا انفتاحه على جميع الخيارات في المستقبل. في الختام لا تنسوا الصلاة على الحبيب. يا ريت ندعم هذا المقطع بعمل لايك يا جمهور الملكي، واشوفكم في اخبار تانية مع الملكي ريال مدريد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.